هاي، كيفكم؟ أنا وفاء سليم، ميك اب ارتست. مبسوطة إنكم معايا في القناة. حابة أقول لكم إنه ليلة عايزة أعمل لوك ألوانات كده، نطلع من كل الحاجات اللي هادية ونستقبل الألوان بحب. عشان كده جاي لابسة لكم ألوان ألوان ألوان، وفيها ايلاينرات كمان ملونة. شوفوا معايا اللوك. أكيد وزعت برايمر، بس الليلة عايزة أتكلم معاكم عن فكرة مختلفة شوية للآي شادو. دايما كنا بنقول خدي في راسك رسمة اللي انت عايزاها وامشي عليها. يلا تقولي لي عيني مبطنة لازم أغطي التبطين، ما عارف. لا خلاص، الناس طلعت. نعمل شنو؟ أي زول عنده اختلاف من العين دي للعين دي. بلاقي البنات اللي مهووسين شديد فاكرين إن هم برام. لا، يعني أنا عيني دي أوسع من عيني دي، هعمل شنو؟ الوسع ده هجيبه بإن أنا أبدأ من أعلى نقطة من الحاجب، ده الترانزيشن كلر، وأبدأ أنزل. فكده أنا جبت الارتفاع اللي هو أصلا جفني ما فيهم. أوكي؟ طيب هل حيكون مختلف من العين التانية؟ لا. شغلنا في الميك اب انه لو في اختلاف شوية والناس ما بتحس بيه، ما نجي نحن نظهره بالميك اب فنكون ظهرنا عيب بدل ما نظهر حاجة حلوة. يلا كده وابدي يعني امسك شعري ومسحة خفيفة بلون بينك فاتح خفيف. اوكي، نطلع لبرا. وعموما صراحة يعني هي ما محتاجة تركيب، يعني ما تصعبوها، عادي. هنا في اختلاف هنا في اختلاف، نطلع بحاجة حلوة بالأخير. حقوي البينك الفاتح ببينك أغمق منه، وكده كده أنا شايفة المكان اللي حمشي عليه. شايفين؟ بعدين عارفين كل فترة وفترة يعني الموضة بقت بتطلع على إنه كل الوشوش تقدر تعمل ميك اب، ودي حاجة حلوة بصراحة. أي نعم، أنا لما قريت ما كان في الكلام ده، بس خلاص حسي الموضوع بقت أسهل واللوكات بقت أسهل، وأشكال الحاجات ذاتها والتولز ذاتها إنك تستعملها بقى أسهل كتير. على سيرة التولز، أنتوا عارفين إنه كل ما اخترتي الفرشة الصح حتسهل عليك الشغل. يعني مثلا دي فرشة دمج، ودي فرشة دمج نمرة 2، ودي فرشة دمج، يعني 3 فرش دمج. أول واحدة كنت عايزاها توزع لون خفيف وواسع، تاني واحدة للمكان الأصغر منه ومركزة شوية. لما يكون عندي التالتة أصغر كمان حقدر أدخل ديب أكتر وأجيب التركيز بتاع اللون أقوى. فأكيد أكيد أكيد كل ما استثمرتي في فرشك كل ما أنت نتائجك طلعت أحلى. يلا هسه حنعمل بدا اللون الأغمق اللي هو الموف. شايفين؟ يعني ما في أسهل من كده بصراحة. البرش سهلت علي خالص. أنا كل ما باخد لون بضرب الفرشة ضربة صغنونة، لأنه أنا الباليت جديدة ما متعودة لسه على ألوانه، فبخاف اخد اللون واتهور ويطلع النوع اللي بياخد كتير. انا قويت اللون. لما اجي ادمجه الاسهل انه انا ادمجه بالفرشة الاكبر، بس لسه حاسة انه فيه تلطيشات عايزة اعبيها واحدة واحدة. على فكرة انا ما بضغط على الفرشة خالص، حسي ليه؟ عشان اسمح لانه الاي شادو اطرافه تندمج. لو انا ضغطت حيحصل شنو؟ خلاص الحته اللي انا ضغطتها دي حتطبع وما حقدر احركها. هاخد الفرشه، الحركه اللي بحبها عشان اتاكد انه انا ساحب حلو، انه امسك كده واميل واشوف سحبتي ماشيه على شكل عظمه العين ناعمه ولا لا. اوكي، ولا اسهل والله. اصلا شوفوا كده نحن بالطريقه دي بقى موضوع الكت سهل كيف. يلا عايزه اقول لكم ظبطه تانية للي هنا. يعني هنا خلاص انتوا بقيتوا تقريبا شايفين انه بس هنضفه تنظيفه بسيطه. انا هنا بحاول اوزنها، مثلا اشوف دي، استنى عشان اشوفه كويس،
اشوف هنا لما انزل، وهمي طبعا ما حنزل على طول، لما انزل حدخل مجرى العين اللي جوا، يعني كأني بكحل في العين. طب ليه بقول لكم كده؟ عشان لما اجي اعمل الثاني اكون خطيت زي خطوط وهمية في راسي المقاس وين. هنا حاجة طالعة انظف، اوكي كده اهو. اجي هنا اقول انه انا جوا العين، واجي طالعة انظف. ده اقرب شي لانه يكونوا بيشبهوا بعض. يعني كل ما تعمل الحركة دي في دماغك، حتى مع الايلاينر على فكرة، كل ما تعمل الحركة دي في دماغك هتكوني اقرب شي لانه يكونوا بيشبهوا بعض. وانا مخصوص وصلت الاي شادو البينك لغاية هنا عشان اوسع الجفن المتحرك عندي، فطلعت الجفن الثابت فوق. يبقى انا لو رجعت عملت هنا صغنوني، رجعت صغرته تاني. هشوف الكونتور هنا، اطلع كأني انا ماشية مع الكونتور، اوكي. ده الخط الاول، بس طبعا هطلع لفوق وحنشوف بعدها اذا محتاجين نعلي ولا لا. هنا اصلا شايفين الخط، اوكي. انظفه بقى عشان ما قادر مع المراية. بعد ما وزعت الكونسيلر وخلصت القصة دي، اقرب حاجة ممكن اجيب فيها جفنين الاثنين لبعض. دايما انتوا بس خليكم مركزين مع العلو، انه العلو اللي هنا يكون قريب من هنا وانت مغمضة. وحوريكم حاجة بس اثبت عشان اقدر اشرحها لكم. غلطة دايما انا كنت بعملها، بعدينك عرفت لها حل يعني. اوكي، ده لون بيج مات، اوكي. حثبت لغاية ما الجفن المتحرك ينتهي. حوريكم الغلطة اللي كنت بعملها. في ناس من ربنا الجفن اللي فيه رموش، الخط نفسه اللي فيه رموش، لما يغمضوا نازل، يعني عامل كده. كيف اشرح عليكي كده؟ بتلاقوا عين عاملة كده وعين ما عاملة كده. طب هتحلوها كيف؟ ما هنا العلو وانت بتعايني ستريت، العلو زبطي. هتحليها كيف؟ هتعرضي الايلاينر في المكان اللي نازل، بحيث انه نهاية الايلاينر هنا تبقى موازية لنهاية الايلاينر اللي هنا. ما في بني ادم حيجيب يعني مقاس عشان يقيس ان دي اعلى، بس الاسود لون ظاهر، فلما يكون شايف انه دي نهايته هنا وده نهايته هنا، ما بيظهر انه في ترهل في الجفن اللي فوق. اما لو هنا بقى سيركل كده وهي مغمضة والتاني ستريت، بيظهر شديد انه جفن واقع. هاخد فرشة انجل برش صغنونة عشان اطبطب اطراف الموف عشان يطلع معايا موف اغمق. حاجة صغنونة بس. كل ما غمقت اخر لون قبل الفاتح بالضبط، كل ما عملت عمق اكتر. هناخد لون ليلك اللي هو افتح موف زي الباك جراوند بتاعي، هعمل منه هنا اللي هو في اللون البيج نفسه. حابة اكحل اول عشان اعرف نهاية المكان اللي انا ابدأ منه الايلاينر. عايزة اكحل اسود صراحة الليلة مع الالوانات دي. ادمج الكحول، اوكي. طب احنا كده شوية مديت عيني عشان ما تدور، وبعد كده هعمل نفس الخطوات اللي فوق تحت العين اللي هي البينك، بعدينك الاغمق وهكذا. نفس الفكرة، فرشة واسعة وفرش اصغر كل ما كنت عايزة ابقى محددة اكتر، اوكي. ده البينك. طيب شوفوا، هي اعرض لكن مضغوطة، فمعناها هتعمل لي اللون متركز اكتر. اوكي، ما تستعجلوا، نتعب شوي شوي ورانا شنو. اهو كده انا
خلصت الدرجتين بينك، يبقى الموف بيس مات برش نتفة صغنونة. وحدمجه مع اللاش لاين، يعني بس كأني لاصقة على الرموش. طيب هل يا وفاء دي قاعدة يعني كل الألوان اللي فوق نعملها تحت؟ لا ما قاعدة، طلعت موضة أو كانت نعمل سموكي وتحت كحل ملون ما عنده أي علاقة بالسموكي، بس يعني إذا حابة تكوني ماتش دي الطريقة الأمان أو الطريقة العادية اللي هو أي زول بيعملها. أنا حبيت أعمل كده ليه؟ لأنه أوريدي حكسر بايلاينر بلو، فما حابة تحت يكون في ألوان غير نفس الألوان اللي يتكسر معها البلو. طبعا حدرس لكم عدل، يعني المراية أبعد ما يكون عني والكاميرا أبعد ما يكون عني. قل بسم الله. أوكي والله ما شايفه كويس، بس يعني نكمل. من الخوف صراحة من خاف سلم، شغالة أشيل نقطة نقطة. طيب أسحبها بقى النقاط دي مع بعض شوي. والله شاطرة، والله شاطرة. انت ساكت يعني محسسني بعدم الأهمية اهو. شاطرة والله. شوفوا موضوع الايلاينر الملون صراحة عشان هو يعني مكلكع عندي هنا. جربت شركات كتير، جربت كيرولان الأكوا، كيرولان الكريم، نكست أيام كده طلعوا بألوان، كل واحد كان عنده عيب، ما في واحد صراحة يبرد القلب يسهر على طول. سو فار ده ما شركة معروفة بس ما كعب، اللهم انك لازم تعيدي عليه. وايوه كنت كلمتكم برضو عن بتاع شي جلام، برضو ما كعب وسهل شديد صراحة، اسهل من الريشة بس برضو لازم تعيدي عليه. نرجع نعيد عليه عشان يصهر. حتعيدي بعد ما ينشف لانه لو ما نشف كأنك بتعكي في نفس اللون. كده حددت تحت العين وعرفت انا عايزة اعمل شنو. يلا اوريكم انا عايزة اعمل الايلاينر الثاني البلو كيف. عايزة اجيب من محل الهودي اطلع موازي للبلو وارجع للمدمع، بس حتكون حاجه زي المثلث او جناح. اسهل تبدو كده على فكره من ما تبدو من تحت، لانه ممكن تبدو من تحت تلاقي نفسكم لصقتوها ما بقت متوازيه. اوكي هنا قبل لما قلت لكم هعمل لافندر صغنوني، هو ما مؤثر شديد واكيد يعني بخياركم، بس الفكره انه كان يظهر لي البلو ده من ده لانه البلو فاتح خالص، على قدر ما حاولت اتقله فهو الدرجه بتاعته فاتحه. نعمل عين الثانيه بعد ما خلصت الايلاينر. عينه طبعا ممكن تعمليها باسود، ممكن تعمليها بكحلي، ممكن تعمليها بكل الالوان اللي ممكنه. انا صراحه بحب البلو لكن حبيت السحبه بتاعتها وحبيت الديزاين بتاعها. بمركب الرموش واعمل الروج، خلص اللوك بشكل عام وارجع اوريكم ليه. وده اللوك النهائي. ان شاء الله تكونوا حبيتوه. انا استمتعت بالحلقه، اتمنى انكم كمان تكونوا استمتعتوا بالحلقه، ومستنيه تعليقاتكم وتطبيقاتكم، وحنزل لكم كل التفاصيل في الديسكريبشن بوكس. وبليز لو اي اقتراح او اي لوك نفسكم اعمله معاكم اكتبوه لي تحت في الكومنتات. باي باي. هلو هاي، كيفكم؟ كده نفس الالوان اللي يتكسر معاها البلو. الله يستر. اوكي تذكرت. انا ما قادره افهمها، انا كنت قاعده كيف شنو اوكي. منظف هنا الحمد لله.